بص، انا قلت اصور الاوركيد. منطقه الاوركيد من المناطق المهمه اللي هي منطقه الالف فدان او جنوب الالف فدان. طب مقصود بايه الالف فدان؟ مقصود المنطقه بتاعت بالم هيلز وماونتن فيو اي سيتي. منطقه الاوركيد من المناطق المهمه اللي هي مساحتها زي التكميلي وزي النورث هاوس من 450 ل 500 متر في الغالبيه. ده كده الحد الغربي بتاعها حرف البي، وتعتبر شرق الحي السابع. ده الحي السابع بيت الوطن، والشرق بتاعه مباشره منطقه الاوركيد. منطقه الاوركيد بداوا يسلموا الارض، اتاخروا عليها في التسليم شويه، لكن اخيرا تم تسليمها وبدا الناس تشتغل فيها بالفعل. وده الحد الغربي بتاعها اللي فاصل ما بينها وما بين الحي السابع. وده شارع مصر الجديده اللي هو بيطلع منه على نفق العاصمه الاداريه. هنمشي في الحد دوت ونصور لكم الحد الشمالي، ده حرف البي، وبعد كده يبقى في حرف الاي وحرف السي. في عربيات بدات تخش اهوت عشان تبني، ما كانش قبل كده داخل الاوركيد، لكن خلينا على الاقل ناخد الحد الغربي والحد الشمالي. في شارع مفتوح اهوت، بداوا يعملوا الصرف بتاعها، بداوا يشتغلوها، نقدر نخشها ونمشي فيها ان شاء الله. ممكن اصورها لكم من جوه، بس على اسوأ التقدير دلوقتي او اسوأ الحلول خلينا ناخد الحد الغربي اللي فات، ده حرف البي مع الحي السابع، وبعد كده هنخش ناخد حرف الاي مع الحي الخامس. يعني حرف الاي اللي في وشنا ده كده الحي الخامس. تعالوا نلف عشان نتخيلها. يعني ده الشارع الفاصل ما بين الخامس والسابع، بس عشان نتخيل المكان. احنا هنلف دلوقتي يمين وندخل نكمل على الشارع على طول. هو الشارع بعد كده هيكمل على طول. هما دلوقتي لسه ما كملوهوش، بس هو هيكمل على طول، كسرات شغاله. المهم ده كده الاوركيد او منطقه جنوب الالف فدان. حرف الاي اللي ورا ده اللي احنا كنا صورناه ده حرف البي، وادي حرف الاي. هي منطقه مسطحه ومميزه. خلينا ناخد الحد الشمالي كله، ناخد فيه حرف الاي وحرف السي. يبقى احنا كده صورنا الاوركيد من بره، دائري الاوركيد صورنا بيه حرف الاي وحرف البي. ده الحي الخامس، تكسيره وتكسيره والحي الخامس. ده بالم هيلز، ده بالم هيلز، وده الحي الخامس. كلكم عارفين المنطقه دي والشارع ده، هما بيظبطوا الدنيا وبيظبطوها اهوت بيسافرتوها. المهم الشارع دوت بيتجهز. ده الشارع الفاصل، وده اللي انا بقول ان الاوركيد دي منطقه حلوه جدا ومستقبلها حلو للي عايز يدور فيها على اراضي او كده في المستقبل يدور فيها. منطقه حلوه، موقعها الاستراتيجي حلو، تطلع منها برده على الدائري الاوسطي. ده الشارع الفاصل ما بينها وما بين بالم هيلز مباشره. ده حرف الاي ويليها حرف السي وفي ظهرها حرف الدي. هم اربع حروف بس. ده الحد الشمالي بتاعها. معرفش ده مسجد بيتعمل في منطقه الخدمات ولا ده ايه، لكن بدات اهي هياكل تطلع فيها. يعني مش عايز اقول ان هي ممكن تسكن نفس توقيت النورث هاوس، لان النورث هاوس اكبر منها، فالنورث هاوس عليها زخم كبير. لكن انا اتصور ان المنطقه بتاعه الاوركيد او الالف فدان ديت او جنوب الالف فدان دي، شايفين في وش بالم هيلز، موقع استراتيجي ابن لذينه، موقع استراتيجي ابن لذينه. ادي بقى ده حرف السي زي ما قلت لكم، وفي ظهرها حرف الدي. ده كده الحد الشمالي بتاعها. الشارع ده لو كملنا فيه على طول نطلع مباشره على الدائري الاوسطي. ارجو ان يكون الفيديو دوت صور لكم الاوركيد وشرحها لكم فيديو سريعا، وهننزل وهنتكلم عنها في الفتره الجايه اكتر ان شاء الله. توفيق للجميع. وادي المنظر واحنا راجعين بالعكس اهوت، بحيث ان انتوا تشوفوا برضو الدنيا. حرف السي وحرف الاي، وهي بالم هيلز في وشها مباشره. حدها الغربي الحي الخامس والحي السابع، حدها الشمالي بالم هيلز. دمتم بخير، ويا رب يكون الفيديو ده صور لكم منطقه الاوركيد لانها كانت اتطلبت مني كتير. لو حد محتاج اي استفسار او اي معلومه او اي شيء تخص المنطقه ديت يبعت لي على طول. اراكم دائما على الف خير. السلام عليكم.